جايبه لكم النهارده طريقه للفول رهيبه، زي مطاعم الفول بره بالظبط ويمكن احلى كمان. عشان اعمل الفول عندي حله على النار فيها شويه زيت. بصوا، عندي طماطم متقطعه صغير، فلفل متقطع صغير، ليمونه، يعني بالظبط فص توم، ما تكتروش في التوم ابدا. والتركه هنا ان الطماطم والفلفل وكل حاجه تكون متقطعه صغير جدا، انا مش عايزاها تبان. هنا بقى هنزل بالثوم المفروم الاول، هشوحه، ما تكتروش توم، هشوحه الاول، واول ما ريحته تطلع هنزل بالفلفل وبرضه هشوحه كده. ريحتهم كانت رهيبه يا جماعه بجد. هشوحهم بقى مع بعض كده شويه، وبعدين اول ما اشم ريحتهم هنزل بالطماطم، هقلبها برضو معاهم كده شويه واديها وقتها. والفول انا مدمساه في البيت، ولو عايزين طريقه هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو في الكومنتات. بصوا ده الفول رهيب، انا اللي عاملاه في البيت من غير اي اضافات خالص. هيكون بقى عندي الطماطم والفلفل والثوم اتشوحوا وطلعوا ريحتهم بقى حلوين. هنزل بالفول اللي انا مدمساه، او حتى لو جايبينه من بره مفيش مشكله. هنزل بقى بالفول كده، هحط بقى كمون وملح بس، مش هحط اي حاجه تانية. هقلبهم مع بعض وههرسهم بهرسه البطاطس. ممكن كمان تضربوهم بالهاند بلندر عادي، بس انا بحب اهرسه يبقى خشن شويه. بصوا بقى هنا ههرسه، وبعدين هنزل بعصير ليمونه. لو وصلتوا معايا لحد هنا ولسه ما عملتوش لايك وشير وفولو، يا ريت تعملوا. بصوا بقى هنا هحطه في الطبق، سهل جدا على فكره، وطعمه طعم قوي، طعمه فظيع. هنزل بشويه زيت على الوش، زيت زيتون، زيت نباتي، اي حاجه اللي انتوا بتحبوه. رهيب يا جماعه بجد، لازم تجربوه. جربوه على طريقتي، والف هنا وشفا. جايبه لكم النهارده طريقه للفول رهيبه، زي مطاعم الفول بره بالظبط ويمكن احلى كمان. عشان اعمل الفول عندي حله على النار فيها شويه زيت. بصوا، عندي طماطم متقطعه صغير، فلفل متقطع صغير، ليمونه، يعني بالظبط فص توم، ما تكتروش في التوم ابدا. والتركه هنا ان الطماطم والفلفل وكل حاجه تكون متقطعه صغير جدا، انا مش عايزاها تبان. هنا بقى هنزل بالثوم المفروم الاول، هشوحه، ما تكتروش توم، هشوحه الاول، واول ما ريحته تطلع هنزل بالفلفل وبرضه هشوحه كده. ريحتهم كانت رهيبه يا جماعه بجد. هشوحهم بقى مع بعض كده شويه، وبعدين اول ما اشم ريحتهم هنزل بالطماطم، هقلبها برضو معاهم كده شويه واديها وقتها. والفول انا مدمساه في البيت، ولو عايزين طريقه هسيب